السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وراحة بال يا رب العالمين. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. بصوا كده الجمال والشكل الرهيب والريحة والطعم، ما اقولكوش الحاجات الجميلة دي عملناها ازاي. وكمان معانا السلطة ومعانا الرز الأبيض. وصفة كده جميلة وسهلة، وكمان حصل فيها موقف يا ريت محدش يضحك عليا انتوا بتشوفوا الفيديو. تعالوا مع بعض كده نشوف الجمال ده كله والحلاوة دي كلها عملناها ازاي. أحلى طريقة هتعملي بيها طبق فراخ بالبصل جميل جدا وسهلة ومش هتاخد منك مجهود، وطعمها حلو قوي قوي. حتى ولادك اللي ما بيحبوش الفراخ هياكلوها بالوصفة اللي احنا عاملينها دي. هتعجبكم قوي قوي قوي. شايفين الشكل عامل ازاي وشايفين الجمال، وتبارك الرحمن الريحة جميلة جدا. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى الحركة اللي حصلت معايا وأنا بعمل الفراخ. فاكرة نفسي كل ده طبعا بصور وأنا مش فاتحة الكاميرا والحمد لله. فاحنا طبعا هقول لكم الوصفة دي سهلة جدا. أنا قطعت الفراخ قطع زي ما شايفينها بعضمها، ما خلتش العظم. الفرخة أو نص فرخة المتاح عندك قطعيه حاجات صغيرة كده، وحطيتهم في الحلة من غير اي حاجة خالص خالص ومن غير اي مادة دهنية، تشويحة واحدة بس كده لمدة دقيقة يعني كده. ورحت ضايفة عليهم البصل وفضلت اقلب فيهم. طبعا لما اكتشفت ان انا مش بصور فبوريكم ان دي فراخ وان انا قطعتها حتت صغيرة قد ايه، وحطيت كمان عليها البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنقلبه نفضل نقلب فيهم كده شوية لغاية ما ياخدوا اللون الحلو. وبعدين انا حطيت لهم يعني مجرد ما خدت تقلبتين كده وحطيت عليهم البصل وحطيت عليهم كمان معلقتين زبدة او معلقتين زيت او سمنة اللي متاحة عندك. هنشوحهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنهدي عليهم النار ونقلبهم شوية ونستنى شوية ونقلب كمان عشان ما يتلسعوش مننا. هي كده كده فيها مية بتنزل، البصل بينزل ميته، وان شاء الله مش هتتلسع منكم ولا حاجه. وعايزه اقول لكم الريحه جميله جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. بنقلبها كده. والفراخ طبعا ما بتاخدش وقت خالص. لو انت عايزه تحطي معاها لحمه، لو عندك لحمه بتستوي بسرعه صغيره يعني ممكن تضيفيها معاها. مش عايزه خلاص عايزه تعمليها بالفراخ حاجه كده سريعه يعني، غير المعتاد ان احنا نسلق الفراخ ونحمرها او ندخلها الفرن. يعني حاجه كده تغيير معايا هنا. بصوا قرن فلفل احمر، قرن فلفل نص نص كمان مش واحد كامل، احمر واصفر. وحطيت كمان نص واحد كده حار. ولقيت عندي بطاطساية واحدة الصراحة. عايزين تزودوا بطاطس تحطوا 2 أو 3 برضو هتبقى جميلة جدا وهتزود معاكم الكمية. ولو في حد يعني هتلاقوا الكمية تكفي ما شاء الله، وهي على كده كميتها كمان كتيرة تبارك الرحمن. زودوا البصل وبتبقى حلوة قوي. هنفضل نشوح فيها كده حبة. وطبعا انا حاطه ميه على النار عشان ازود لها ميه مغليه، ما احطلهاش ميه زي ما اتفقنا ان الحاجه لما بتبقى بتستوي بتحمريها او بتقلبيها او لحمه بتستوي او ايا كان يعني، ونيجي نحط لها ميه عاديه خالص مثلا من الحنفيه بتتاخر في السوى. فالافضل ان احنا نسخن لها ميه يعني وهتغلي على طول. ربنا يا رب يحل زادنا جميعا ويحسن ما بين ايدينا، ويا رب يا رب دايما عندكم الخير كله. وان شاء الله ربنا يوسعها علينا وعليكم وعلى الامه كلها يا رب العالمين. انت لو عندك نص فرخه وقطعتيها حتت صغيره كده، احنا بنقطعها حتت صغيره لان احنا هنعملها كباب حله يعني بس بالفراخ. وعشان كمان ما شاء الله هتلاقيها بتستوي بسرعة يعني. بنقطعها صغيرة وبتستوي بسرعة لما بتقطعيها كده، ما بتاخدش وقت. وفي نفس الوقت بتعمل كمية يعني، هتعمل كمية كبيرة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى لو عملت نص فرخة هتبقى ما شاء الله هتأكلك يعني الأسرة كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين الجمال بتاعها ولونها عامل ازاي. زي ما بقول لكم اللي عايز يحط بطاطس يحط بطاطس يزود يعني. انا لقيت بطاطسايه عندي بصراحه رحت احطها. وانا قطعت كده وعملتهم بالشكل ده طبعا. وبعدين سبتها تستوي، ما خدتش سوا كتير طبعا. بصوا الشكل عامل ازاي.
هي يعتبر الفراخ من التقليب بس بتستوي. يا رب يحلي زادنا وزادكم. وعملنا جنبهم سلطة جميلة، وعملنا جنبها رز أبيض. يا رب دايما يحل زادنا وزادكم. لو وصلتوا معانا لغاية هنا ما تنسوش اللايك، فضلا ليس أمرا. القناة مش هتكبر إلا بيكم وبدعمكم. يا رب ييسر لنا وليكم الأمر ويوسعها علينا وعليكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب. ما تنسوش ندعي دايما ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعفو عن مبتلانا ويرزقنا ويرزقكم الرزق الحلال الطيب يا رب العالمين. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وقد ايه تفتح النفس، وقد ايه ريحتها جميلة جدا. وكل اللي ما بياكلش الفراخ بالطريقة المعتادة العادية هياكلها. الفلفل طبعا مديها كمان شكل جميل ومديها طعم حلو. شكرا ليكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.